السلام عليكم وأهلا فيكم بقناتي قناة وصفة مجربة ومضمونة. وصفتنا لليوم بامية مع كرات اللحمة بالصلصة الحمراء البيتية مع أرز مفلفل. وصفة بيتية وبتشهي وكل العيلة بتحبها. بتمنى منكم تجربوها على طريقتي، وبتمنى منكم دعم قناتي والاشتراك فيها. كل المقادير راح تجدوها على الشاشة وفي صندوق الوصف. لهذا الطبق راح نحتاج كيلو من لحمة العجل المفرومة على الناعم، وراح أضيف لها مجموعة من الخضار اللي راح تعطي كرات اللحم نكهة وطعم. عندي نصف ضمة كزبرة خضراء، حبة بصل، 4 فص ثوم، ربع حبة فلفل أخضر حار، لكن بالأول راح أضعهم في محضرة الطعام حتى نقطعهم قطع صغيرة. وهلا راح نضيف البهارات. أول إشي عندي ملعقة كبيرة ملح، ملعقة صغيرة من بهارات مشكلة، كركم، كزبرة جافة، والقليل من الفلفل الأسود، وكمان راح أضيف ملعقتين كبار دبس رمان. وهلا رح نعجن هاللحمة مع كل هالتتبيلة حتى تتماسك معانا أو يسهل تشكيلها كور. نعملها كرات متوسطة الحجم ونرتبها في صدر جرانيت، ومباشر رح أضعها في فرن محمى مسبقا حتى تتماسك معنا الكرات وتنضج قليلا. وآخر إشي رح أحطهم تحت الشواية حتى أحصل على لون تحمير خفيف. وهلا خلينا ننتقل لتجهيز الصلصة. في إبريق الخلاط راح نضع الخطوات التالية، ولازم كلها تكون عندنا مقطعة. عندي 4 حبات بندورة، وإذا كان منزوع القشر منها يكون أفضل. نصف ضمة كزبرة خضراء، حبة بصل، و4 فص ثوم. راح أضيف فوقهم 4 ملاعق كبيرة ممتلئة صلصة بندورة، ملعقة صغيرة ممتلئة ملح، ملعقة صغيرة بهارات مشكلة، والقليل من الفلفل. وراح نضيف 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون. وهلا راح نضيف الماء ما يقارب 1 لتر. نخلط كل هالمكونات حتى ينعم عندنا المزيج، وبعدين راح نفرغه بكسرولة. وإذا بتلاحظوا القوام سميك معنا راح نخففه بماء. مبدئيا هون أنا راح أضيف كوبين ماء، ومن ثم أرفع الكسرولة على النار وأترك الصوص يغلي ما يقارب ثلث ساعة. وهلا راح ننتقل للأرز. عندي 6 أكواب أرز، خالطهم 3 أكواب أرز قصير الحبة و3 أكواب أرز طويل الحبة. نغسلهم جيدا ونصفيهم، وبعدين راح أنقعهم ماء دافئ لمدة ثلث ساعة. وبنفس وقت نقع الأرز راح ننتقل للبامية. في طنجرة على النار نضع فيها كمية جيدة من زيت الزيتون، ومن ثم نضيف البامية. بالنسبة للبامية عندي 800 غرام بامية. بالأول نغسل البامية ونتركها تجف، وبعدين نزيل أقماحها، وهيك تكون جاهزة للطهي. ونقلب البامية مع الزيت من فترة لأخرى ونغطى الطنجرة، ونكرر هالعملية أكثر من مرة، ونترك البامية تقريبا 10 دقائق. وبعدين راح أضيف البصل. عندي حبة بصل كبيرة الحجم مقطعة مكعبات صغيرة. وهلا راح نضيف الملح حسب الرغبة أو ملعقة صغيرة ممتلئة، ونرجع نقلب البامية مع البصل والملح من فترة لأخرى. وكمان نرجع نغطي الطنجرة. نترك البامية مع البصل تقريبا 10 دقائق. وبدي أحكي لكم هون إنه أنا ما أضفت ثوم للبامية، لأني أضفت ثوم للحمة وكمان لصلصة البندورة. هيك البامية معانا جاهزة. راح أضيف لها كرات اللحم وصلصة البندورة، ونتركها على نار هادئة حتى تتسبك معانا الصلصة وتتجانس كل النكهات. وإذا لاحظتوا إنه قوام الصلصة كان كثيف، نضيف ماء مغلي تدريجيا حتى تحصلوا على القوام المطلوب. ودائما في هاي المرحلة نضبط كمية الملح. وإذا كانت الصلصة حامضة معكم نضيف لها ملعقة صغيرة ممتلئة سكر. وهلا رح ننتقل لطهي الأرز. في طنجرة على النار نضع فيها كمية من الزيت النباتي، ونضيف كوب الشعرية، ونبلش نحركها مع الزيت من فترة لأخرى حتى تتحمر. وبعدين راح أضيف الأرز بعد ما صفيناه من الماء وكمية من الملح حسب الرغبة، ونقلب الأرز مع الشعرية حتى يتحمص قليلا. وبعدين راح أضيف ماء مغلي يكفي لغمر الأرز بمقدار عقدة أصبع. نطهى الأرز على نار أعلى من المتوسطة حتى يصير ارتفاع الماء بنفس ارتفاع سطح الأرز. نهدي النار شمعة ونغطي الطنجرة حتى يتشرب الأرز كل السوائل وينضج. وهيك الأرز جهز معانا ما شاء الله، مفلفل ونثري. وهون صلصة البامية بعد 40 دقيقة، قوامها سميك ورائع. وصفة أكثر من رائعة، بتمنى تجربوها وشكرا لكم.